ديال المسمن ياكو منين حتى اللي ما دايره بحال الميسه. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم بخير؟ اموركم هانيه؟ احباني لا الطوبيس كيجروا البرد كيدير هذا. صاد العام ما شريت انا ما نلبس، اول مره في حياتي ما كنشري. صافي كرهت شي حاجه سميتها الحوايج. صافي اختي عندي جواطي كنلبسهم، الدرات ديالي راه كنلبسهم، الله يجعل شي بركه. الاحبه ديما كتسولوني فين كناخذ جليدات هادو اللي كندير فيهم الملويه، عرفتي هكا الناس كيسولوني. 4 اورو دايره غير 4 اورو فنه فيها هادي وفيها ديك السباطيله ولا اش كيقولوا لها. دابا راه غيبداو الحلويات. المهم هما اللي كتسولوني عليهم فين كاينين، شفتيهم ها هما. انا ناخذ دابا وحيده. والاحبان غقولوا لي كيفاش كديروا، يا قولوا لي وكيفاش كديري يا اختي الشقه، وكي كديري يا اختي تقدر امور ديالك. يا واش غادي نقول لكم؟ شوفوا تا الاحبان ولات المسؤوليه عاد وليت كنعرف شنو كنتو كتقولوا لي. عرفتي امك تماره كنفكر كنقول الله يحسن العوان اللي عندهم الوليدات. تخيلوا انا غير بوحدي ومغلوبه غتقولي اش كديري في شغلك. ها هي اختي مغلوبه في هذا الغار هذا الدار. اختي انا غلبتني نكذب عليكم. كنقيو داكشي راه كيعرفها ملي كتكوني كتنقي بوحدك وكتكوني انت اللي كتشقاي وانت اللي كتصبري وانت اللي كطيبي كديري كلشي ما كاينش العوين، راه كلشي كيتعرم عليك. هي اختي وخاصك توجدي وخاص الحوايج يكونوا مصبنين وخاص تمشي تسخري وخاص تجيبي هادي وتحطي هادي. يا الاحبه انا راه صعيبه الحياه. ويا اختي ما نعرفوش هذا رمضان حنا حتى جا رمضان عاد بانوا حنا الركاني ديالنا مقلقين ولا ما نعرفوا. المهم انا ما فهمت والو. انا بعدا ما حدقاش بزاف. انا اختي مدرومه كنت في الطبقه 5 واخا هكاك شويه كان فيا الضو كنت شويه حد قال احبه انا الدار هادي ما كيبان فيها كاع الجميع واخا تجمعيها بالليل وبالنهار. انا راني فركت الليلي جايه الاحبه عاد وصلت على كلامكم كل شيء كتقولوا لي كنوصل على كلامكم. قلتوا لي خذي ثلاجه كبيره وتكون غير ديك ديال البخار وكاع داكشي اللي قلتوا لي وصلت على كلامكم والله العظيم. اصلا هذه راه الثمن ديالها وصلت لي حتى للثلاجه الهوائيه اللي كنتو قلتوا لي. والله ما كتهز ليا شي حاجه الاحبه صغيره وكتسيل من تحت بالماء. المهم غير خليوها على الله وصافي. والله كل قيت اللي يعطيني فيها غير 150 اورو والله تنبيعها ونزيد عليها ونشري ثلاجه. عندكم هي وعندكم التلفازه. شريت ديك التلفازه ديال توشيبا الاحبان ما كنعرفش كاع كيفاش نخدمها وما درتش فيها الاذاعات الصبريون وداكشي وصافي كتفقسني التلفازه والثلاجه. والله كل لقيت اللي يديهم عليا والله تنبيعهم ليه. ايوا المهم هادشي اللي كاين الاحبان هنا. صافي راني سخفت انا راه. شوفوا انا الحاجه الوحيده اللي كتهون عليا هو انني خصني نسخف. اختي لا ما سخفتش والله نسخف صحه. المهم خليني نسخف مره باش كنجمع الطاقه. اختي مع راكم عارفين وتي هنا ضربت واحد مولاي البراداتي والملوي عرقتها عاد نوض نخدم. اختي انا راني ما كليتش والله لا شقيت لك. المهم انا واحله مع راسي كنقول مالي على هاد التماره يا اختي ومالي على هاد التماره. قال شوفوا كنت فاش كنت صراحه بوحدي الاحبان كان عندي بزاف ديال الوقت. وشوفوا راه مسؤوليه صعيبه والله العظيم صعيبه بزاف. فاش كنت بوحدي كان عندي شويه ديال الوقت وكنقي الدنيا وعندي الوقت كله ديالي. اما دابا لا عندك مسؤوليه خص طيبي الماكله يجي لقى الماكله طايبه خص الحوايج مصبنين هادي. المهم خليوها على الله وصافي. المهم خليوني ننش على راسي راني سخفت. صافي الاحبان هنا جبت دوك اللحيمات اللي قسم الله يسهل على كل واحد. ورمضان مبارك سعيد والله يعطيكم صحيحتكم. شكرا على كلامكم الزوين. نصحتوني الاحبان على سميتو على الطحانه. بزاف متتبعات قالوا لي فدوى ما تقطعيش البصله راه كتولي مسمومه ما طيشه وداكشي الاحبان. غندير ان شاء الله ندير بالراي ديالكم غنبقى نصايب كل حاجه في نهارها. غير حاجه وحده نبقى نطيب الحريره ونخليها ما مدوراش. نبقى ندير ديال يومين 3 ايام فاش نبغيها نبقى نجبد غير ندورها صافي. هادشي اللي غادي ندير الاحبان. هذا هو الحل الوحيد اللي قالوا لي متتبعات. كنقول لكم الله يحفظكم الله يعطيكم صحيحتكم اللي يخطيكم عليا. والله العظيم الا كلامكم الا هو اللي كيخليني باقا واقفه الاحبان رغم انني ما غنعطيكمش طاقه سلبيه. غير انا تغلبت بزاف الاحبه نفسيا معنويا كلشي تغلبت من اي ناحيه. انا تغلبت وعييت. غتقولوا لي علاش؟ المهم ضغوطات الحياه راكم عارفين. صافي قسمت الحيمات اللي قسم الله درتهم في الميكات. هنا راني جمعت لابوبيل يا اختي. ايوا صافي وجدت الميكا باش نهبطها معكم. عارفين في هذاك الراس القنيه وداك الشيء خفت الاحبه اللي يدير لي الريح. لا احبان يا ربي تكونوا بخير على خير بصحه جيده. المهم عرفتي ما خدنيش الوقت عييت ما نطيح ونوض والو. بغيت نقول لكم انا ما عنديش مع هادشي تستاف ديال الثلاجه الباليزه بحال هكا المنظمات ما عنديش مع هادشي. ما نكذبش عليكم. صافي غنخلي الكوزينه غنوريكم كي غنخليها غتبقى هكا حتى الغدا. عاد ان شاء الله غادي نكمل باش ما نديرش صداع لان كلشي نعس. بقيت غير انا كيجنيه كندور. بغيت نقول لكم شنو خديت. غادي تشوفوهم في الفيديو.
ها هما اللي خديت هادو السباطيله ولا سميتها اللي كديري زعما راني كدير الحلاوه تعاسك شو قولوا لي هي. المهم هذه دايره بحال الميس، اول مره كنشوف الصراحه هذه ما عرفتش كيديروا بها. نقولوا هذه كتلحس العجينه، هذه كدهني بها البيض ولا الصفر البيض، ولكن هذه ما عرفتهاش ديالاش. اللي بغيت نقول لكم ها نتوما الا عقلتوا عندي هاد الخضره هذه ديال المسمن، هذه اللي شريت العام اللي فات ياكو. غادي تقولوا لي علاش بنت الغربه مشيتي خديتي جوج. هاد الخضره هذه ما تقدريش ديري فيها المسمن الشحمه عامر مثلا، ما تشرمني فوقها شي حاجه شي خبزه عامره شي حاجه. علاش؟ لان هاد الخضر بيستاش غيبقى فيه الزعفران، بحال دابا هذا الا قاتو الزعفران غيمشي. قولوا لي يا المكلخه شنو غادي ديري؟ المهم هذه غنخليها غير الخبز والمسمن والحلوه ولا شي حلوه. يا ربي هاد الحلوه الله ربي وطلع عليا ملي كنقول الحلوه. المهم هذه غادي نخليها غير داكشي ديال العجائن بصفه عامه. وهاد الحمراء هذه الاحبه غنخليها غير للتعمار. هذه هي الحمراء اللي خديت معكم غتشوفوني في الفيديو مشيت عليها خديتها. كلكم كتسولوني منين، وهذه راه وريتكم المكازا بزاف ديال المرات منين. حتى اللي ما عارفاش ولا شي حاجه دخلي عندي انستغرام ونوريك بالضبط فين جات. اللي ما عارفش يمشي عندي انستغرام. صافي خديت هاد الحمراء. كما كتعرفوا هاد الحمراء واخا يكون فيها الزعفران تحميره وكذا ما كتشدش فيها، ولكن هذيك الخضره الاحبه ما كتصبرش سميتو المقادير. وراكم عارفين اختي رمضان دابا ما كان على المقادير. انا ما نكذبش عليكم الفيديو غنحبسو هنايا، ندير دابا ما ناكل نمشي نصلي ونرتاح حتى الغدا ان شاء الله نكمل معكم المطبخ، لان الكوزينه غتهبط كامله. شوفوا انا غادي ندور لكم التليفون وغنقول لكم انا بالضبط شنو غادي ندير. صافي وهذه الاحبه غادي نحلهم باش نولي نستعملهم. هادو غادي نغسلهم دابا صافي، وغادي نديرهم تستقطروا نحطهم مع المعالق باش نولي نخدم بهم. هنا راه كنطيب واحد شويه ديال اللوبيا الغدا كنسلقها، وغنطيبها بشويه ديال دوك العظومه اللي عطاني عبد الهادي. عطاني مسكين العظومه ديال الحريره، واخا عطاني العظومه انا كيعجبني اللحم صراحه نقول لكم. دوك العظيمات كل مره غادي نشد واحد العظم نرميه وميمطون ندير معاه شويه الحيمه. كما كنقول لكم انا كليت الحريره شربت الحريره عند بزاف ديال الناس وما بغاتش تنسى ليا المذاق والبنه ديالها، وكتقول لك ما درتش فيها اللحم كاع. يعني كدير الحريره بلا اللحم والبنه. ما نعاود لكمش هذا في العروبيه عند عائلتنا ما خليتي كليت الحريره كناكلها بعض المرات بلا لحم واعره. انا الاحب واحد الانسان اللي اختي انا مهاوشه ناري ما كنا ناكل الحريره انا بلا لحم. بقيني غير اجي هزيني ديني لبويا عمر. من الاحبه اللي قلت لكم هي التقضيه اللي كنت جبت معكم كلها ميركادونا. ها هي الملحه والزيت والخميره. هنايا عندي اللوز والجنجلان وداكشي راكم عارفين غادي ندير السفوف غادي نخلطها. هنايا غتبان لكم الاحبه الطحانه اللي خسرات. ها الروينه كتشوفوا هادشي كامل ان شاء الله. المهم المعينات غنغسلهم دابا. قلت لكم الاحبه نشوفوا واش تابعني. ها نتوما شوفوا هاد المجر هذا كامل مرون، يعني خصني نهبط هادشي كله نمسحو ونعمر الطحين ونعمر الفينو. المهم فيديو غدا ان شاء الله غادي نكمل لكم ونوريكم اونطون شنو غادي ندير. هنايا شوفوا الروينه كي دايره، يبان لكم داكشي في الميكات كنحيدو اللوح. راكم عارفين بنادم شحال قدك تنظمي اختي هادشي راه صعيب. بغيت نقول لكم الصفوف راه باقي عندي صايبتها قبل ما نهبط للمغرب. الا عقلتوا قبل ما نتزوج كنت يلاه مصايباها، بالعكس عاد ولات بنينه وزوينه، ولكن غنعاود وحده اخرى لان ما غتكفاناش في رمضان. هنا غيبان لكم الروينه. هنا باقي غادي نزيد قريعات غدا باش ندير فيهم منظمات باش ندير فيهم كلشي. صافي قلت لكم هنا راه كنسلق شويه ديال اللوبيا باش نطيبها بدوك العظيمات نخليها حتى الغدا. راكم عارفين وهاد الروينه هذه غدا ان شاء الله غندير لها الروده دوب. ها انتم الاحبه درنا الطاكوس مع البطيطه، راه كنديروا واعر واعر واعر. شوفوا حتى رمضان وغنشارك معكم ان شاء الله. عرفتي كنصرعو كندير فيه خضيره وداكشي مع الدجاج راكم عارفين كيجي فن. صافي وهاد البطيطه اللي كنشارك معكم ديما. صافي هنا الحريره اللي باقا ليا ديالتي من البارح من الصيام وحقكم في الجنه. احبان صباح الخير وصباح النور عليكم يا اختي. يا ناري قولوا لي الاحبان واش حنايا مسطين ولا حماق ولا هبال؟ واش حنا دابا تيقرب العيد والمناسبات عاد نوضوا نغسلوا المواعن ونخملوا الكوزينه؟ شوفوا نقول لكم واحد الحاجه غادي ما عرفتوش تيقوني ولا لا. انا اخر مره خملت فيها الكوزينه واخر مره قديتها واخر مره هبطت داكشي كامل هو النهار فاش رحلت والنهار فاش كنت غاديه للمغرب. الا عقلتو فاش كنت هابطه للمغرب فاش سيقت الدنيا وقاديت كلشي من تما ما درت والو. ما صبنت لا زرابي لا حتى شي حاجه. الزرابي ما صبنتهمش الصراحه. من اللي رحلت ما درت حتى شي حاجه.
وميم طو كنقول دابا زعما قرب رمضان هنا راه كنقول يا اختي كنقول يا اختي كنت بوحدي كنت يا اختي غا ما كنجمع ما كندير والو كل حاجه كنخليها في بلاصتها. رمضان كنطيب داكشي اللي قسم الله. ودابا يا اختي حاجه اخرى كنت كنتفكر الهضره ديالكم كتقولوا لي دابا توحشي ايامك ملي كنتي بوحدك. الله يا ربي الله يا اختي. ايوا المهم صعيب الحال الاحبه كيولي كل شيء منك. شقه ديال الدار منك هادي هزي حط هنا دير هنا. يعني ما كاينش اللي تعولي زعما راه غادي يعاونك في شي حاجه ولا خصوصا كتعرفوا الرجال كيلبسوا صبابطهم وكيزيدوا مع الزنقه ولا مع الدرب. المهم يعني حريرتك كتغرقي فيها غنتي. ايوا صافي كنخدم غير بشويه عليا وصوتي راه هرب مع تامر راكم عارفين انا غير تنشقى بزاف كيمشي ليا الصوت ورجليا عرفتي ما نعاود لكمش. ايوا صافي وليت انا بحال ديك الرتيله عرفتي ديك الرتيله اللي كتحفر كتبقى تحفر في الحفاري وراه هي انا طالقه رجليها وكتحفر وتقلب هنا وتقلب هنا. قال لك باش تصيب حنش انا مشيت لقيت الغموليه الفوق المجوره كاع معلكين قلت صافي خليهم تا هما النهار اخر قلت انا نصايب غير المجوره ونقاد العطريه اصلا كان كلشي مسالي ليا ما عنديش تقضيه لا طحين لا والو كما كتعرفوا. تقضيت معكم اخر مره. ايوا يا اختي صافي وهنا صافي غسلت داكشي دوك الطويصات ودرت فيهم الطحين والفينو والسميده. من الاحسن الانسان يوجدها كيشقى يعني يقاد شويه الدار قبل رمضان. كيكون عندك شويه بعدا كاين غير الوقت بنادم يلاه كيتقاتل غير مع الحريره كتبقاي غارقه غير في الحريره وفي الشهيوات ودير هادي ودير هادي. واخا الاحبه انا ما متفقاش مع بزاف ديال الناس كيقتلوا راسهم في رمضان وكيطيبوا بزاف ديال الماكلات. انا نقدر ندير غير طاجين ولا ندير شويه الحوت وحريره وطريف ديال الخبز. بارك عليا ويلي اختي صافي سخافت اختي ما تهضروش معايا العار تهضروش معايا. عرفتي ما دايراش امي قلبي من الصباح عرفتي راني تالفه. انا راه استفت داك الحليب الفوق كل حاجه درتها في بلاصتها يا اختي. الدار ملي كتكون صغيره كتكون صعيبه. الحمد لله بعدا الدوير يلاه كان داكشي اللي جبناه يلاه كيتخبى فيها النيت ما فيها لا ماريويات لا مجوره لا والو. فيها غير الكوزينه ديالي كتهز كلشي. اما تا ديك الفيترين اللي كتشوفوا فوق التلفازه ما لايقه حتى شي حاجه الاحبان. هنا راك ندير بابيل الومنيوم بغيت نشوف واش كاينه ديك الليدام كيطلع حتى الفوق ولا لا. صافي قلبت بابيل الومنيوم لقيت فيه ليدام الاحبه الليدام المسخوطه كبسلتها الفوق. قلت لكم ها نتوما راه يدي كيتلصقوا اختي اش غادي نقولك راسي وما داز عليك وباقي يلاه يا ربي قربت نغني الاحبان. انا راه مشيت ناكل شويه السفوف اختي فيا الجوع يا اختي وفيا الجوع. الله يا سفوفي الحبيبه. المهم هاد السفوف راه درتها عرفتي ملي كنت غادا للمغرب وعاد ما بنانت وزيانت واللي حليتها كندوق منها كليت البرقوق كليت الكركاع. المهم ما ساليت من هاد الكوزينه حتى وليت قد البطه. صافي هنا درت الزبيب ودرت داكشي في الطويطات بيني وبينكم خاصني شويه ديال الطويطات الصغارين الاحبان. الدار اللي كنت فيها الفوق كانوا المجوره كبار كنت كندير دوك الطويصات الطوالين. دابا هاد المجوره اللي هنا ما هزوش ليا الطاسات الطوالين يعني هزوا ليا غير الصغار. غادي نزيد ان شاء الله شي 3 صافي وغادي ناخذ شي سوبيرات واش نبقى ندير جدي وجداتي الفطور ديالهم راكم عارفين في رمضان ما كنساوهمش اللي طيبتها كنعطيهم حقهم منا. الحمد لله كنحسبهم عائله ديالي وكنحسبهم جزء مني اللي قسم الله نذوقهم خصوص احمد راكم عارفين مسكين كيبغي الحريره وكيبغي الماكله ديالنا. ايوا هادشي اللي كاين الاحبه الله يعطينا مناش نعطيو. صافي انا شديت كاع ديك العطريه وديك المهم اتاي وكلشي كل حاجه درتها في القرعه ديالها. غسلت القريعات نشفتهم غسلت المعينات ديالي. المهم طرفت الدنيا واخا المهم اليوم النهار كامل مشى لي غير في الكوزينه. تخيلوا من الصباح وانا في الكوزينه ما خرجت منها الاحبه حتى المغرب عاد خرجت منها. الكوزينه لا تخشيتي فيها الصقعه تما بقيتي والله ما تخرجي منها. وما بقى فيا ما يطلبق. غنوريكم المهم راني موجده للصفوف. تتقولوا لي عافاكم واش هادشي واش نغسلو ونشفو في الشمس ولا نسخنو في الفراح بحال اللي درت العام اللي فات. المهم انا كل واحد شنو قال لي الراي ديالو انا كيعجبوني الاراء ديالكم. ضحكتوني على الكيسان في الفيديو راه حطيت لكم كلشي كيقول لي وراه مسخوطه فيه 12. واختي انا دخت باقي كاع ما صمت رمضان دخت وليت الكيسان كيبانوا لي فيهم 24. هنا راه لقيتوني خويت التمر. المهم هاد البزيره صراحه باغا نطحنها. هذا البزار الابيض غادي نطحنو باش نستعملو كنت جبتو معايا من المغرب. صافي وهاد الكوك خصني نصرفو هاد الثومه. المهم اللي بغيت نقول لكم خصني نجمع بعدا هاد الروينه هادي ما تشوفوهاش. المهم انا موجده داكشي تاع الصفوف غنقلب لكم الكاميرا باش تشوفوا. لا ما نقلب لكم غنوريكم هانتوما شوفوا كي قاديت داكشي مستف ها هو. هنايا عاوتاني باش كتعرفي راسك العطريه شنو كيبقى ليك شنو كيخصك. العطريه كامله استفتها هنايا داكشي اللي غيخصني. وهنايا الاحبه استفت داكشي ديال هذه ديال الزبيب والكركاع اتاي والسفوف راه باقا عندنا الحمد لله ولله الحمد. الله يرزق كل واحد يا ربي. عندك شي عندنا لا قد الحال الاحبه ما عندنا زعما شي حاجه واو. السلعه عندنا فايده حتى الاخر ديال الدرب. عندنا داكشي حدو قدو اللي سالات نمشيو نجيبوها. هنا راني استفت الحليب وداك لا كريم فريش. ويلي على لا كريم فريش ما تعرفي تنطقيها ما عرفت كديري طيبي بها. صافي الاحبه هادشي اللي كاين. هنايا ديجا راه مخمل. هاد البلاصه راه مخمله شفتوا فيها غير المعينات فيها غير المعين ما تشوفوش داك الشيء اللي مقشر. نوريكم هنا الاحبه راه عندي غير الماعن داكشي تاع الطواجن
المهم الطاجين والطحانات وداكشي كامل كنديرو هنايا. هنا صافي نقي ممسوح. هاد البلاصه كنت كنقيها كل نهار. شنو اخر هنايا غادي تشوفوا هنا عندي مواد ديال التنظيف. هادشي راه مستف وبقى دايموني ليك دابا نرميها الاحبان. دابا نهبطها اللوحه وهذاك راه المجمر مغطيه في الميكا ديالته وداك الصل دايره فيه داك المواد التنظيف. المهم نقيت شي شويه ماشي داكشي اللي في بالكم ولاني ديباناج. الفريغو ها هو راه قاديت فيه داكشي. غادي نجبد الخبيز دابا. قلت اللوبيه طيبتها البارح هي اللي غنتغداو بها دابا. صافي غادي نجبد خبيزات القليه والفريغو ها هو مازال خصني يتقضي. راه واخا كاك ما عندي والو انا راه غير الخبز والعطا عطاه ليا داك العظم اللي فيه داك المخ عطاه ليا عندي هادي داك النهار والله الا مازال ما طيبتوش. الثلاجه صافي راه خاويه. يا بخبركم انا قصت هادي وطفيتها والله الا طفيتها بالله. صافي الثلاجه ما فيها والو الاحبه عاد نسخر. هادشي هنا غيبان لكم اللي استفت معاكم. هنا راه ما كاين والو كان غير الكرفس والقزبر عاد نغسلهم. وهي اللوبيه اللي طيبت باش تقولوا راه مازال ما تقضيتش ما عندي حتى حاجه تقضيت غير داكشي تاع راكم عارفين المطيشه وداكشي اللي غيخصني. يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده والله يرزق كل واحد يا ربي. ونتمنى لكم عواشر مبروكه ونتمنى لكم رمضان مبارك سعيد ودعيو معايا الاحبان والله يحفظكم والله يعطيكم الخير. الاحبان حتى الفيديو الجاي عاد نكمل معكم نكمل معكم الدار وداكشي. غنحيد الزرابي كاملين غدا. غنحيد الزرابي غنحيد الغلاف د الفوطو ينصبنوا وغادي نصبن الخوامي. صراحه ما صبنتهمش ملي جيت من المغرب ما نكذبش على راسي. وغنحيد هاد الزريبيه حتى هي نصبنها وصافي. هادشي اللي كاين الحوايج هادو هبطتهم من السطح. تماره يا اختي واحله غا مع راسي والله العظيم. لا تقول لي فدواش كديري ما كتنظميش وقتك والروينه ما كتساليش. واصلا نتوما عارفين دابا قريب رمضان ان شاء الله باذن الله. راكم عارفين اش كاين يعني ضروري بنادم كينقي الدار شويه وكيدور بها. ان شاء الله حتى الفيديو الجاي نخمل معكم الدار وغادي باش نعطيكم شويه طاقه حتى نتوما تنوضوا تقعدوا يا اختي تشقاو. صافي غنحيد الخوامي ان شاء الله. المهم الدار كامله غنصبنها كامله. واخا هاد الايام الجو ما زوينش واحد الهواء في شكل كتبغي تدي معاها كلشي ولكن ماشي مشكل. صبنت عطي واحد الصاك قداش كيتسناني. ها واحد الصاك اش غنقول لكم الاحبه. نشوفوا قداش هذا راه عاد هبطو من السطح عامر بالحوايج غيتفرقع. واش غندير اختي هاد البيت درتو غير البشره ويض